صباح الخير. احنا النهاردة هنعمل حاجة حلوة جدا، مربى فراولة، حيث ان الفراولة دلوقتي الموسم بتاعها، وبصراحة كانت حلوة قوي. فانا جبتها ونقعتها في سكر، هي ده كان تقريبا كيلو 600 جرام. حطيت عليه كيلو سكر. مش بحبها مسكرة قوي، بس يعني كيلو سكر على كيلو 500 كيلو 600 فراولة. نقعتها من امبارح بس، وهنحطها بقى في حلة كبيرة. بس اهم حاجة يكون الحلة انا جايبها لكم تكون يعني جوانبها عالية، علشان هي بتغلي وبتفور فما تعملش حوادث. وهحطها على النار وهوريها لكم. وهي يا جماعة احنا حطيناها على النار وبدأت تغلي، ويا ريت تاخدوا بالكم لانها يعني ساعات بتطلع فقاقيع كده وبتلسع، فنبقى ايدنا فيها ونطلع على طول الريم اللي موجود فيها، بنشيله في طبق منفصل على جنب. ودي مش بنسيبها، بنفضل واقفين جنبها كده شويه شويه، كل شويه نقلب فيها لانها بتفور جامد جدا. بس هي حاجه سهله، بس يعني واحنا واقفين في المطبخ بنعمل بقيه الحاجه، بقيتنا ايه، بنسويها بالمنظر ده. وهي دلوقتي يا جماعه احنا حاطينها بقالها اكتر من 10 دقايق على النار، واحنا جنبها على طول بنقلب فيها واحنا واقفين، وبنشيل الريم كل ما بيطلع. بعد كده هنضيف لها تقريبا نص ليمونه، وهنسيبها على النار برضو تستوي، تكمل بقى سواها كده بالراحة، واحنا برضو مستمرين في التقليب. وشيل الريم كل ما بيظهر، هي بتاخد وقت شوية على النار بس عشان تستوي براحتها. دي يا جماعة بعد ما قلبنا فيها شوية وقعدت حبة كتير تقريبا خلاص كده فاضل لها حاجة بسيطة، وهنوريكم ازاي انها استوت تمام. هنعمل تيست صغير بس كده عليها، هي بدأت تتقل خلاص. احنا بناخد نقطة بس منها في طبق كده على جنب، وبنسيبها دقايق تبرد، دقيقة بس تبرد. هي بدأت تبان اهي، تبرد ثواني وهوريها لكم. لو الخط ده قطع يبقى احنا ايه، لسه شوية. فاضل لنا دقايق. ودي يا جماعة بعد ما استوت وقعدنا فترة على النار، وخدت نقطة وعملنا التست بتاعها اهي. هنبدأ بقى نعبيها في البرطمانات بتاعتها.